السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد إن شاء الله تستفيدوا منه. فيديو اليوم خاص بعلاج الحكة. الحكة فيها أنواع، كاينة ديال الكزيمة، كاينة ديال الجرب، كاينة ديال تحسس حساسية، كاينة ديال حكة الشتاء اللي كتجي على حساب جفاف البشرة، وكاينة حكة الخريف، يعني كاين كل واحد والحكة اللي كتكون فيه. الحكة اللي غادي نتكلموا عليها اليوم أنواع الحكات، ولكن غير ما يكونوش فيها تقرحات، يعني الإنسان كيحس أنه كيحك جلده وما يكونوش تقرحات، يعني هذيك الحكة وصلت به إلى درجة أنه يجرح نفسه، تقرحات وجروح وحبوب. لأن وصفتنا اليوم إلا درناها الحكة اللي فيها تقرحات ولا جروح، راه غادي بطبيعة الحال ما غاديش يستحملها الواحد وواعر عليه مجهدة. المهم الحكة اللي غنتكلموا عليها اليوم، الحكة بصفة عامة، سواء الجرب، سواء الكزيمة الخفيفة اللي هي قلت لكم غير فقط حكة بدون قروح، سواء حكة الجفاف الجلد، سواء حكة الشتاء، سواء حكة تحسس. هاد الوصفة ديال اليوم هي خاصة بهاد أنواع الحكات اللي ذكرت لكم دابا. غادي نبداو وصفتنا اليوم. غادي نحتاجو القليل من الخل. الخل بطبيعة الحال معروف، وحتى ممكن ندير حد خل التفاح، ممكن ندير حد الخل داك العادي، ممكن ندير هاد الأبيض. المهم أنا كنفضّل الأبيض. المهم وصفتنا اليوم اللي غادي نشارك معاكم، اللي هي غادي نحتاجو لها الخل الأبيض أول شي. غادي نحاولوا نحتاجوا نديروا المقدار اللي غادي يغطي لنا المنطقة اللي حنا محتاجين لها، مثلا فينا سواء الحكة في الجسم كامل، من الجسم كامل، راه بطبيعة الحال غادي نديروا المقدار اللي قدنا كامل. مثلا الحكة فينا غير في الظهر، راه غادي نديروا غير المقدار اللي غادي قدنا في الظهر. غادي نضيفوا زيت الزيتون. منين درت الكمية ديال الخل اللي انا محتاجه لها، غادي نضيف كذلك الكمية اللي محتاجه لها من زيت الزيتون، وها نتوما تشوفوا غادي نخلطوا خليط وغادي يجي متكاتف. هاد الوصفة صدقوني راهي فعالة بالنسبة للحكة اللي ما فيهاش قروح ولا جروح ولا حبوب متقرحة بأنواعها. جربوها وردوا عليا الأخبار. إن شاء الله تستافدوا من الوصفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.